السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير ان شاء الله. ربي يسعدكم في حياتكم ويخلي لكم اللي عزيز عليكم ويبعد عليكم اللي ما كيبغيكم. ونبداو على بركة الله بالقصة. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الإنسانة هادي إنسانة كانت عايشة وبخير مع الزوج ديالها، ولدات الولاد ديالها وكبروا وما شاء الله كل واحد دار بلاصتو في المجتمع وتزوجوا كاملين، البنات والولاد. ما داكشي من تزوجوا بقات هي وراجلها الراس في الراس وعايشين حياة يعني هادئة وفيها استقرار. قالت لك واحد النهار وهي دير القهوة ديالها ومشات للنافذة تشرب القهوة ديالها وكتشوف من البالكونة، وسبحان الله العظيم قالت لك فجأة وانا كنشوف الزوج ديالي كيهبط واحد المرأة من السيارة ديالو، وفجأة هاد المرأة هادي بداو شي ناس كياخدو شي حوايج ديالها وكيديوهم لواحد البيت. كتقول لك كنشوف انا شنو هاد الشيء اللي واقع وكنستنى الراجل ديالي يدخل. قالت لك وهي تدخل البنت وهي رافعه راسها الفوق ونيفها الفوق بحال واحد الافتخار كبير. قالت لك والزوج ديالها يدخل. قالت لك من دخل شاف فيها بواحد يعني الشوفه ديال الاحتقار، وهي شافت فيه بواحد الشوفه ديال الحزن، ولكن ما هضراتش. قالت لك من بعد رجعات ديك البنت يعني ديك المراه رجعات مره اخرى وخدات شي حوايج وشافت فيا بواحد النظره يعني فيها غرور كبير. قالت لك وانا سكت كنشوف ما كنقول حتى شي حاجه لان هاد الشي هذا جا على غفله وهو صدمه ليا. انا كنشوف كنقول واش انا في حلم واش انا في حقيقه؟ راه هادي داري انا شريتها مع الراجل بطريتات، ويعني سبحان الله قالت لك انا اللي عطيت الجزء الكبير وراجلي غدرني ودار هاد الشي. واش هاد المرأة تزوج بها؟ قالت لك مشيت عند بيتي ومن بعد عرفت بانها الزوجة الثانية، وقالت لك جابها ليا ما تشاور معايا، ما قال لي غادي نتزوج، ما قال لي غادي ندخل شي وحده مره يعني لدارك تسكن معاك، ما قال لي حتى حاجه الا انه احتقرني وخلاني هكا يعني نتبهدل امام البنت اللي دخلات. حسبات راسها ان بيتي هو بيتها، ان المنزل اللي انا شريته بشقائي وتعبي هو اللي غادي تسكن فيه هي. قالت لك من بعد رجعات وقالت لي راني انا دخلت لداري دابا انتي شوفي شنو ديري. قالت لك وانا جاب لي الغضب ولكن سكت، قلت السكوت احسن من الكلام في بعض الاحيان، ما غاديش نهضر، غادي نستعمل الصبر اللي امرنا الله عز وجل نصبرو ونشوف شنو ندير في هذه الحريره هذه اللي انا تبليت بها على غفله. قالت لك وانا نمشي ديريكتومون البيت ديالي وانا نمشي عند الدولاب، واحد الدولاب كان ما كي حادي حتى واحد، كندير فيه اوراقي القديمه. قالت لك وانا نجبد كل الاوراق اللي كتثبت تحولات اللي حولت وخلصت بجيبي فلوسي طريطات ديال الدار. ومين بديت كنشوف ورقة على ورقة لقيت ان المبلغ ديالي هو اكثر من المبلغ اللي دفع الزوج ديالي. قالت لك وانا نجمع ديك الوراق ومشيت ننعس، ولكن كيفاش ننعس؟ راه هذيك الليلة ما عرفت نعست ولا بقيت فايقة. كان نعس ولكن بحال ما نعساش لانني راه خصني نستيقظ من الغفلة. قالت لك انا ماشي يعني جاني شي الام ولا شي حاجة، جاني يعني احساس ديال الشمتة. هاد الراجل هذا اللي عشت معاه حياتي كلها وانا اللي ديالي كنخليه بحال ديالو، ولكني هو غدرني
بلا ما يسولني مشى تزوج عليا ودخلها لداري. هذا هو المشكل الكبير. لو كان تزوج هو ودار ليها دارها غادي نقول هذا الشيء من حقه، ولكن هو تزوج وجابها لداري اللي انا شريتها بعرق جبيني يعني بألم كبير باش انا نقد نخلص هذا الشيء كاع المبلغ الكامل يعني الكبير اللي كان خصنا نخلصوه. قالت لك ومع الصباح انا نط مع الفجر وصليت ومشيت درت القهوة ديالي وحطيت كليت. من بعد داك الشيء بقيت كنستنى في البلكونة باش يوصل الوقت اللي غادي نخرج فيه. قالت لك مشيت وجدت راسي درت العباءة ديالي ودرت الحجاب ديالي وبقيت كنستنى. قالت لك مين جا الوقت وهما خرجوا من البيت، قالت لك هي خرجت الاول بدات كتسارى كتقول لي وفوقاش غادي تقرري تخرجي، وهو خرج ما قال حتى شي حاجه. قالت لك من بعد داكشي كنقول ليها غير نشوفوا دابا نشوفوا شكون يخرج ودابا نشوف واش عندي شي حق ولا لا، لان هاد المراه هادي كانت ذكيه وكان الله عز وجل وقف معها. كانت كل يعني ما عطات شي مال كيكون عندها دليل بانها يعني كتدفع داك المال، ماشي كتعطيه الراجل ولكن كتدفعه من الحساب ديالها للبنك ديريكتومون، وهكا كان عندها دلائل بزاف. قالت لك مشيت عند المكتب وقدمت شكوى بان راجلي دخل عليا انسانه غريبه في داري انا وانا شريكه في هذا الدار وما عندوش الحق هو يدير هذا الشيء. قالت لك ايه قالوا لي عندك الحق، راه دارك ما دام هي دارك ودارو راه ما خص حتى شي واحد منكم يدخل شي طرف ثالث، ممنوع هذا الشيء هذا، راه عندك الحق. قالت لك وانا حسيت بواحد الراحة، قلت الله عز وجل يعني فرج عليا. قالت لك ومشيت روحت للدار ومع الصباح وهما كنسمع الدقان بالجهد، ماشي هذا الدقان اللي كيكون ديال شي واحد يعني من العائلة جا عندنا. قالت لك مين فتح راجلي لقى بان اللجنة جات وكتسولو كتقول له واش شي حد دخلتيه للدار من جديد، يعني يلا دخل الدار شي واحد اخر. قالت لك وهي تخرج المرأة وهي مصدومة كتقول يا ربي اش هاد الشيء. ومين قال ليهم نعم راه انا تزوجت. قالوا له راه ما عندكش الحق تجيب الزوجة للدار اللي شريتوه بجوج بكم بلا الموافقة ديال الطرف الثاني. قالت لك وداروا شمعوا البيوت كاملين وقالوا لنا راه خصكم تخرجوا من الدار حتى تحكم المحكمة، راه دابا ما غاديش يسكن فيها حتى شي حد. قالت لك وبدات هي كتاخذ الحوايج ديالها وكتخرج. قالت لك مشات بواحد يعني الإحساس ديال الذل لأنها كانت كتبغي تخرجني ولكن القانون خرجها. قالت لك حنا كنا عندنا واحد الملحق عند الدار. قالت لك أنا مشيت تماك، مشيت خديت حوايجي وقلت غادي نبقى هنايا نبقى في داري ما غاديش نمشي حتى لشي مكان. قالت لك راجلي دات امه معاه لان حتى ماما كانت عايشه معاهم ولكن عجب لها الحال من تزوج ويعني ما قالت حتى شي حاجه. قالت لك وبدات كتقول اش هاد الفضيحه اش هاد الفضيحه وهما اللي بداو ماشي انا. ايوا سبحان الله مشاو. وقالت لك غدا جاو عندي ولادي يعني الخبار انتشر بان باباهم تزوج وماماهم بغات حقها. قالت لك ساندوني بداو كيحسسوني بانني ماشي وحيده وقالوا لي يا ماما راه انتي عندك الحق لان هذا رزقك ماشي ديال شي حد اخر. قالت لك وجاو عندي بناتي وبداو كيقولوا لي ولادي وبناتي يلا تمشي معانا. قلت لهم انا داري ما غاديش نخرج منها، غادي نبقى في هذا الملحق حتى تحكم المحكمة. قالت لك سبحان الله من بعد غدا جاء الراجل وجات معاه البنت جابت معها ولدها، كان عندها ولدها الصغير. قالت لك كيقول ليها ولدها ماما واش هذه هي الدار الجديدة وفين غادي نسكنوا دابا، يلا نرجعوا لدارنا.
قالت لك وهي تحس بالندم وكنحس بها بغات تفقس، لأن وقيلة هي ظنات بأن هذيك دارو هو وهو غواها ولا شي حاجة بحال هاد الشي. قالت لك كيقول ليها ماما خلينا نرجعوا لدارنا، ما غاديش نبقاو هنايا، هنا جراو علينا ودابا الدار مغلوقة ما كاينش فين غادي ندخلو، يلا نرجعوا لدارنا. قالت لك وهكاك قالت ليه وقيلة انا درت واحد الغلط كبير وخرجات مع ولدها. قالت لك الغد الاخر ويجي راجلي وعنده الوجه يعني منكسر، قالت لك يعني جالو الاستحياء مني بزاف، قال لي راه واش تقدري تسمحي ليا، واش تقدري تسمحي ليا على هاد الشي اللي درت. قلت يعني هي قالت انا منكسرة، انت كسرتيني والكسر راه صعيب باش يتجبر، ولكن انا سمحت ليك ما كاين حتى شي مشكل، ولكن انت بعد كل هاد العشرة وكل شي اللي درت معاك والوقوف اللي معك وقفت معاك الحياة ديالي وبنينا الدار اللي كنا كنتمناو، نهار اللي جينا ليها حسبنا بأن هذاك أسعد نهار في حياتنا، ما نقدرناش نعسو من درنا دارنا وانت كنتي بغيتي تخرجني منها ونسيتي العشرة ونسيتي كل شيء. وسبحان الله هي قالت لك انا تفكرت بان الله كيحب شكون كيسامح، وقلت له انا سامحتك ولكن خصك تعطيني الوقت طويل بزاف لان الكسر راه ما كيتجبرش بسرعة. ايوا هذه هي القصة ديال هاد المرأة، ولكن هاد المرأة كان القانون واقف معها لان دارت داكشي يعني بالدلائل، لان دابا في هذا الزمن هذا حتى الله عز وجل امرنا، راه كاينه آية الدين وكاينه يعني في سورة البقرة كتشرح مزيان على الدين، على العقود، على اشياء كثيره، وكاينين في القرآن آيات بزاف. خصنا الانسان دابا في هذا الزمان خصوصا في هذا الزمان خص الانسان من كيدير شي حاجه خصو يوثقها، خصو من كيدفع شي حاجه خصو يوثقها. بالنسبه للزوجه والزوج الامان بيناتهم والعشره وكل شيء، ولكن من كيوصلوا الماديات يعني المال الاموال خص داك الشيء يكون موثوق وهكاك حسن باش يشريو الراحة ليهم يعني، وما يخليوش الشيطان يقسم بيناتهم ويدمر حياتهم، لأن سبحان الله المال كيدمر الحياة ديال الناس، حتى بين الولد وباباه، حتى بين البنت وماماها كتدمر هم الأموال. سبحان الله الناس كتنسى بأن هذاك وسخ الدنيا. الإنسان خص يعني يخلي كما كان كيقول بابا الله يرحمه لكل ذي حق حقه، كل واحد ياخد حقه، لأن راه الأموال كتبقى هنا والحياة ماشي بيدنا، نقدروا نموتوا غدا وتكون عندنا 300 400 مليون نخليوها مورانا، وشنو درنا بها؟ الإنسان شنو غادي يلقى؟ العمل الصالح والصدقة، إلا تصدق وإلا عتق الفقراء وإلا دار بها شي حاجة تنفعه الحياة الأبدية، لأن هذه إلا دنيا فانية وما هي إلا أيام معدودة. فالله عز وجل يقول 1000 سنة عنده بحال يعني احنا 1000 سنة وهو عنده فيها النهار، يعني كيفاش غادي نكونوا يوم القيامة مستحيين امام الله عز وجل؟ عشنا يلا ساعات ولا يوم واحد، كل واحد على حسب العمر ديالو، ولكن ما عشناهاش بما يرضي الله. على داك الشيء خصنا ديما نفكروا بان كاين الاخره والدنيا فانيه، وديروا العقود بيناتكم احسن شيء، واخا تكون هناك محبه بزاف، واخا تكون هناك ثقه، ولكن الاموال ديما خص تكون الحوايج اللي كتتعلق بالاموال خص تكون موثوقه، هكاك حسن، لأن القانون يقول القانون لا يحمي المغفلون. وهذه هي القصة، وكنتمنى تكون عجبت ليكم، وخليوا لي واحد اللايك وواحد التعليق، والله يجبر بخواطركم إن شاء الله، ولا لا يخيبكم، الله يدير المحبة بيناتكم، والله يلاقيكم مع الناس الطيبة، وربي ما يخيبكم. ومع السلامة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله وحفظه.